كالعادة بمر في الفيديوهات، بشوف الناس اللي بتتكلم على نظام الطيبات. لقيت صاحبنا بتاع فيديو العنب وفيديو البطيخ عامل فيديو الموز. خلينا نسمع ونشوف ليه الموز مسموح بيه في الطيبات. خلينا نشوف الفيديو. عارف ليه دكتور ضياء العوضي حط لنا الموز في نظام الطيبات؟ اولا عايز اشكر الناس اللي اتفرجت على الفيديو اللي وصل 3 مليون و500 الف بفضل الله ثم بفضلكم. وعايز اشكر ال 3500 اخ واخت اللي نوروا القناه بتاعتي ونوروا الصفحه بتاعتي وخلوني اتشجع ان انا اعمل لهم فيديوهات. ويلا بينا نعرف ايه السبب اللي خلى الموز موجود معانا في نظام الطيبات. رقم واحد، الموز اتذكر معانا في القرآن بالطلح المنضود، وهو ده صديق الطلح المنضود زي العسل، وخصوصا بقى لما يكون مستوي سوا رباني. رقم اتنين يا صديقي، ان شجرة الموز الشجرة الوحيدة اللي لا يوجد فلاح أتحدى أي حد يقدر يتحكم في شكل صباط الموز أو في طول صابع الموز أو في جمال حتة الموز أو حتة الموز تبقى موجودة في وقت زي اللي احنا موجودين فيه ده. بعد كده إن حتة الموز بتستمد غذاها الكامل كله من الأرض. إزاي؟ يعني هي بتاخد في الأرض. وصلنا للجدر بتاع حتة الموز أهو، ده الجدر بتاع السباطة اللي بتطلع لنا الموز. مهما نحط فيها من كيماويات او مهما نحط فيها من اي حاجة، فهي كده كده بتسحب الغذاء بتاعها من الارض، والارض بيدي للشجرة، والشجرة بتدي للموز، وبكده يبقى مبروك علينا الموز في نظام الطيبات. واحب اشكر كل الناس اللي نورتني في الصفحة وشجعتني ان انا انزل فيديوهات باستمرار. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله في اي مره هكون موجود في اي حته هقول لك. يعني انا بنزل الاراضي كتير، في اي ارض هنزل فيها هقول لك ليه دكتور ضياء العوضي قال لنا دي ماشي وليه دكتور ضياء العوضي قال لنا دي بلاش. وفي نهايه الفيديو طبعا مش عايزين ننسى ان احنا ندعي للدكتور ضياء العوضي الله يرحمه بالرحمه والمغفره، وبالشكر طبعا ان ده راجل